هي اليوم الختام، المباراة الختام. الحكم من سلوفينيا، طاقم التحكيم من سلوفينيا يتقدم باللقب رقم 103، ولكنه لا زال بعيدا عن ديريك بوياتا البلجيكي الذي يتواجه مع أبناء بلده. 20 القرعة بين قائدي الفريقين، رقم 9 في أندرلخت كارم بوجي السنغالي 4، أوروس بايتش الصربي رقم 5، إيفان أوبرادوفيتش. انطلقت المباراة مع صافرة ماتيي يوغ الحكم. إذا انطلقت أحداث المباراة في هذه الأجواء الرائعة. أندرلخت يدرب نادي خان، وتوجه طبعا أو تحول هذا الموسم في أكتوبر 2017، حل مكان المدرب السويسري ريني فايلر. وهذه كرة الله الله، يبدع الحارس جوردن، تصدي رائع من الحارس. هي الكرة العرضية كانت من اللاعب اونيكورو اللاعب يبدأ بداية هجومية. إذن ها هي الكرة ملعوبة من فيفا، هي موجودة، ولكن طبعا بعد أن يتم حساب فارق الأهداف. نعم، المجموعة هذه فيها 40 هدف، فيها أكثر. فاز على بارن ذهابا 3-0، سلتيك فاز على أندرلخت، خسر مع فريقين قويين الكل يعني متأكد أن فيرمان، وخسر أيضا، وصلت إلى هدف الفوز. هذه كرة لهذا اليوم، مباراة لو وصلت إلى التعادل السلبي سلتيك يتأهل إلى الدوري الأوروبي، وهو يستعد لتوديع البطولة، قد لا يودعها. نتذكر هذا الحارس عندما ضم روي كين، لما روي كين كان مدرب ساندرلاند على مرمى باريس سان جيرمان، ولكن مقابل الهدف كانت هناك أهداف كثيرة من النادي الفرنسي. وتلعب نهائيات كأس العالم، عليك أن تعترف يعني تقر أن مباراة طالما أنت تلعب في البطولة الأغلى. وهذا كومس يلعب كرة 18 دقيقة على يسار أوبرادوفيتش، ترتد الكرة، أهلت من دان رونالدين اللاعب الأوفواري، وفيلهلمسون اللاعب السويدي يوم يجلس احتياطيا، هو اللاعب رقم 3 أوليفييه دي شاشت. حقيقة أمام أبناء بلده اللاعب بوياتا من 2015 إنجلترا، تواجد مع تفنتي في هولندا، وتسديدة أيضا بعيدة. هذه محاولة حلوة، عملية المرور بطريقة ممتازة، مستحيل أبدا الهدف قد يجر دوفيتش. محاولة اختراق داخل منطقة الجزاء. أندرلخت لا زال يمتلك الأفضلية في هذا اللقاء، تتحول تصل لفريق أندرلخت، محاولة لفريق أندرلخت رغم أنها تريد أن تشاهد لعبا هجوميا وحاضرة، ورغم الشخصية العالمية الشهيرة مطرب الروك رود ستيوارت مشجع كبير. أمامية الكرة ملعوبة، ولكن كانت أن تصل بنظف كل شيء أبدا، أولا بأول وكرة عالية خطيرة. يقطع الدقائق في المجموعة الأوروبية الثانية لدوري الأبطال. مشاهدينا ألقاكم مع بداية أن يجرب أسماء. ماذا عن فريق أندرلخت؟ يبدأ أن مدربه لم يبرم. روجيتش كان مع منتخب أستراليا اللي تأهل إلى نهائيات كأس بين يديه أكثر من اللزوم. ها هي تتحول من جديد، تصل الكرة مرة أخرى، ترتد الكرة، سفيان هاني كرة طويلة. يعني لا يقول أنه يحضر كل المباريات، ولكن يعني يتواجد. الأعلى لفريق أندرلخت بيلعب بتكتيك فريق الاسكتلندي. هذه كرة عالية وراسية، 1-0 يسجل أندرلخت يسجل راسية رائعة. يبدو أن هناك هدف عكسي، أعتقد أن سيميونوفيتش ربما يكون أسكنها في شباكه. نظيفة، تعود الكرة مرة أخرى، مقطوعة، فاول وحيد طبعا، لم يشكل أي خطورة. المثال مضروب بهم المثل بالوفاء طبعا، اللاعب الذي يحاول، الذي يغير من محاولاته، يلعب على الأطراف، وكان له تأثير كبير حتى الآن من حيث يتحسن أداء فريق سلتيك. ولكن سلتيك أصبحها اللاعب البديل الذي دخل هو أودسون إيدو. أندرلخت يحاول الآن تسديدة من بعيد، حول لاعبي أندرلخت وفي حافز، المطلوب تقلص، وسفيان هاني والتسديدة الرائعة من العميد العربي الجزائري
لفريق الشوط الأول، وشاهدنا فارق التمريرات الكبير جدا جدا في هذه المباراة ونسبة الحيازة. تمريراتهم كثيرة، لا يفقدوا الكرة إلا نادرا. بينما شوف أو المتحول إلى الدوري الأوروبي، محاولات تهديفية. روما هو الثاني، أتلتيكو مدريد هو الثالث فقط.